ولمزيد من التفاصيل معنا الناشط الإعلامي أبو أحمد الحوراني. مرحبا بك أبو أحمد. مرحبا بكم وبكل مستمعين راديو أنا. ما الذي يحصل في جبهة الشيخ مسكين أبو أحمد؟ نعم أخي، ما تزال قوات النظام تستهدف هذه البلدة بالبراميل متفجرة وحملة شرسة يخوضها النظام منذ أكثر من أسبوع ونصف على هذه البلدة، مع تقدم كبير للجيش الحر هناك بعد تحرير الطريق الواصل بين الشيخ مسكين ونوى، وأيضا أكثر من 9 نقاط أخرى. اليوم الجيش الحر أعلن فتح معركة جديدة أطلق عليها اسم معركة النور، تهدف لتحرير تل حمد والمشتل، وأيضا بناية الساحر وكتيبة المشاة، وأيضا اللواء 82. أيضا استطاع الجيش الحر من اغتنام أعداد كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينها دبابات ومدرعات وأسلحة أخرى. أيضا قوات النظام تصعد من قصفها على القرى المحيطة بالشيخ مسكين، حيث اليوم استهدفت قوات النظام بطيرانها المروحي بلدة إبطع بريف درعا ب8 براميل متفجرة، وأيضا أكثر من 4 غارات جوية استهدفت البلدة. أبو أحمد الحوراني، وعلى جبهة أم المياذن قرب معبر النصيب الحدودي، ما هي آخر تطورات من هناك؟ نعم أخي، هذه الجبهة تم توقيفها حاليا. الآن المعارك مستمرة فقط في أحياء درعا المحطة، وأيضا في الشيخ مسكين فقط. نعم الناشط الإعلامي من ريف درعا أبو أحمد الحوراني، زودتنا بتفاصيل حول آخر التطورات التي تشهدها جبهة الشيخ مسكين ومحافظة درعا عموما. شكرا جزيلا لك.